ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى مع اسهل وصفه في الدنيا وانجز وصفه في الدنيا. لو يوم انت مثلا تعبانه او مش عايزه تقفي في المطبخ كتير، او ان انت راجعه من الشغل وعايزه حاجه تنجزي بيها نفسك، فدي اكله تحفه وجميله جدا وبتشبع جدا ومفيده جدا وفي نفس الوقت منجزه جدا. مش هتقعدي 5 دقايق على بعض في المطبخ. اول حاجه بشرت بصلايه وفصين وفرمت فصين توم مع وقطعت بطاطس وصدق غسلته وحطيته. وهنبدا بقى ايه، نقلب كل ده، ندعك ده كله كده في بعض بايدينا، عشان انت لو قلبتي بمعلقه الصدق هيتهرى منك. فبايدك كده بالراحه على الصدوق، وهتدعكي بقى، تدخلي الخلطه دي في كله. بص، بعد ما بتدعكي كده البصل بايدك وينزل ميته مع الفلفل وبتاع، بتبقى بتدي طعم خطير وتسكيره خطيره. هنبدا بقى ان احنا نضرب طماطم في الخلاط، وهبدا ان انا اغطي بقى الخليط الجامد ده كده بيها. طعمها رهيب وبحبها جدا جدا ومنجزة جدا، مع شوية بقى رز بالشعرية كده جنبها، فظيعة. هضيف بقى عصير الطماطم. انا مش بصفي الطماطم، بحطها زي ما هي. بتعمل كده طعم حلو قوي، فبحطها زي ما هي مش بصفيها. هغطيها هسويها بقى كده، ويدوبك بس كده حبة مية صغيرين قوي، اللي هو بقايا الخلاط كده. وخلاص كده احنا كده خلصنا الأكلة. بجد حاجة منتهى السهولة ومنتهى الإنجاز وحلوة جدا، يعني عشقي من أكلاتي المفضلة جدا. صينية البطاطس بالصدق، يعني هي والبطاطس بالفراخ دي طعم ودي طعم تاني خالص. بعد بعد ما وزعت الطماطم بقى كده زي ما قلت لكم، حبه ميه صغيرين يا دوبك، بقايا بس الخلاط، بقايا عصير الطماطم اللي في الخلاط هنحطه وبس. كفايه قوي كده. كده البطاطس هتطلع مستويه كويس قوي، والصدوق مش بيحتاجوا سوا كتير. بعد كده هبدأ ان انا اقطع على وشها قطع زبدة صغيرة مكعبات كده زي ما انتم شايفين، وارشها على الوش بالمنظر ده. آه، وابدا ان انا اولع عليها النار على درجة حرارة متوسطة، واسيبها كده تغلي على النار، تاخد غلوتين كده حلوين وتتسبك كده. وبعدين هندخلها الفرن. طبعا في الوقت ده انا بكون مولعة الفرن اوريدي. بسخن الفرن، هولعه على درجة حرارة 180، وهتسيبوها بقى لحد ما زي ما انتم ما بتحبوا. بصوا، بتاخد كام غلوة كده مع بعض كده، تتسبك كده، و تاخد لها غلوتين 3 كده. وبعد كده هتدخلها الفرن زي ما قلت لكم، اكون مسخناه على درجه حراره 180، وتسيبوه حسب ما انتوا بتحبوا يكون فيها صوص شويه، بتحبوها ناشفه، بتحبوها محمره. زي ما انتوا حابين. انا عن نفسي بحمرها قوي، يعني بسيبها الصوص ده كله اللي فيها ينشف خالص وتتحمر خالص. انا بحبها كده. حسب ما انتوا حابين بقى. بصوا اهي بعد ما حطيتها في الفرن، بصوا الوش الرهيب اللي هي واخداه اصلا. انا كده وما شغلت الشوايه، يعني انا حطيتها كده في الفرن وسبتها تعيش مع نفسها. تحفه جدا 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 على ضمانتي. جربوها وهتعجبكم قوي، وقولوا لي رايكم. سهلوا على نفسكم. بصوا الصدق متحمر ازاي، يامي.